ضريبة الايفون 17 الجديد وتشتريه من مصر ولا بره مصر؟ وقبل ما اقول لك تعمل ايه بالظبط، دي ضريبة كل الايفونات 17 الجديدة في مصر لو دخلت بالموبايل من بره. طيب نركز لان عندنا 3 حاجات. اول حاجة، لو انت هتجيب الموبايل من مصر دلوقتي، دي اسعار كل الايفونات في مصر، والاسعار قويه جدا وشامله الضريبه عند تريد لاين. فالصراحه اسعار مغريه جدا. طب انا عاوز اجيب الموبايل من الامارات او السعوديه، دي الاسعار بالدرهم لكل الايفونات. ولكن في نقطة مهمة بقى، وهي إن أنت هتدخل بيه مصر إزاي؟ عندنا سيناريوهين هنا بقى. لو أنت الموبايل هتثبته على اسمك يبقى أنت تمام، ما عندكش أي مشكلة، وكده فلوس السفرية والفيزا والسكن وكل حاجة هي تقريبا نفس سعر الضريبة، فأنت كده جبت موبايل واتفسحت ودفعت سعر الموبايل هو أكنه في مصر. لكن لو أنت ثابت موبايل على الباسبور بتاعك من ساعة القرار الجديد في أول السنة دي، وجيت تجيب الموبايل ده، هتضطر تدفع عليه ضريبة، أو جبت موبايلين هتدفع ضريبة. فساعتها مش هيكون اوبشن كويس بالنسبه لك. او لو حد جاي من بره وهيجيب لك الايفون الجديد معاه، برضه هتدفع ضريبه، لانه غالبا هيثبت لنفسه موبايل مش هيثبت لك انت. فدي كل السيناريوهات المحتمله. ولكن سعر الايفون السنه دي في مصر هو فعلا مبهر بمعنى الكلمه. وعملوا، انت بتهز ليه كده؟ وعملوا يعني حركه ما كانش حد متخيلها، ان اسعار الايفون تبقى بالشكل ده. اكتبوا رايكم في التعليقات، واعمل لايك للفيديو فول عشان كل جديد. انا بوافيكم دايما بكل ايه، بوافيكم دي انا قديم قوي. بقول لكم دايما كل جديد. وبس كده، السلام. ضريبة الايفون 17 الجديد وتشتريه من مصر ولا بره مصر؟ وقبل ما اقول لك تعمل ايه بالظبط، دي ضريبة كل الايفونات 17 الجديدة في مصر لو دخلت بالموبايل من بره. طيب نركز لان عندنا 3 حاجات. اول حاجة، لو انت هتجيب الموبايل من مصر دلوقتي، دي اسعار كل الايفونات في مصر، والاسعار قويه جدا وشامله الضريبه عند تريد لاين. فالصراحه اسعار مغريه جدا. طب انا عاوز اجيب الموبايل من الامارات او السعوديه، دي الاسعار بالدرهم لكل الايفونات. ولكن في نقطه مهمه بقى، وهي ان انت هتدخل بيه مصر ازاي. عندنا سيناريوهين هنا بقى. لو انت الموبايل هتثبته على اسمك يبقى انت تمام، ما عندكش اي مشكله، وكده فلوس السفريه والفيزا والسكن وكل حاجه هي تقريبا نفس سعر الضريبه، فانت كده جبت موبايل واتفسحت ودفعت سعر الموبايل هو اكنه في مصر. لكن لو انت ثابت موبايل على الباسبور بتاعك من ساعه القرار الجديد في اول السنه دي، وجيت تجيب الموبايل ده، هتضطر تدفع عليه ضريبه، او جبت موبايلين هتدفع ضريبه. فساعتها مش هيكون اوبشن كويس بالنسبه لك. او لو حد جاي من بره وهيجيب لك الايفون الجديد معاه، برضه هتدفع ضريبه، لانه غالبا هيثبت لنفسه موبايل مش هيثبت لك انت. فدي كل السيناريوهات المحتمله. ولكن سعر الايفون السنه دي في مصر هو فعلا مبهر بمعنى الكلمه. وعملوا، انت بتهز ليه كده؟ وعملوا يعني حركه ما كانش حد متخيلها، ان اسعار الايفون تبقى بالشكل ده. اكتبوا رايكم في التعليقات، واعمل لايك للفيديو فول عشان كل جديد. انا بوافيكم دايما بكل ايه، بوافيكم دي انا قديم قوي. بقول لكم دايما كل جديد. وبس كده، السلام.